نتفاعلوش من الناحيه هذه، لانه الشباب نتاع توا مش كما قبل. احنا وقت اللي نضلنا وكل شيء وتعبنا ودخلنا السجون، ها العكس نتاع جيل توا تحسوا تحرم من كل شيء، وترى انه السبب هو الوالد، وترى ان السبب امه انه تحرم من الشغل، وتحرم انه باش يعيش كما جيله ونداده، وفما حتى اللي تحرم ما قراش معناها كي الناس الكل. انا نقول ونزيد نكرر وطالب الحكومه بتفعيل العفو العام، ونقول لها معناها ما تخافوش من الناس اللي بالحق تحب تعطل، لانه تشريع العفو العام له مزيه، وهذا حق مشروع لكل مناضل وكل انسان معناها. وانا نقول حاجه اخرى باش يكون درس لاي حكومه اخرى في المستقبل، ان باش تستبد وتكون ديكتاتوريه وداخل العباد للسجون، والنساء معناها اللي فيهم اللي يغتصبوا فيهم اخواتنا. بربي حاجه انا نقولها، فما اخواتنا اللي ناضلوا وتوا ماتوا، شو نقولوا لهم؟ بربي رانا كبرنا، بربي رانا ما عادش عندنا عمر، رانا بالحق تعبنا، ونقولوا لهم سرعوا قبل ما يحاسبكم ربي سبحانه وتعالى، ونحن نحاسبوكم بين يدينا الله. الاخت الكريمه سجينه سياسيه، ما لاحظناه اليوم في اعتصام الصمود اللي تنقل النابل وتنقلوا على عديد الولايات، يعني بنزرت المهديه وعده ولايات قاعد يتنقل، ولاحظنا انه الاعتصام هذا متميز، وحضور السجينه الكبيره في العمر اللي انشدوا لها الفرقه اعتصام الصمود، تنجمش تحكي لنا عليها شويه؟ هي من زلتميم، هي دخلت قبلي معناها للسجن، انا ما كنتش معاها، لكن انا معناها نقول امنا ذيك ونحترموها ونقدروها برشا برشا. وزاده بربي انا نحب نقول كلمه لاختنا السجينه، انا نحب نقول كلمه لاختنا الشهيده هند جلاليه، اختنا الشهيده هند جلاليه اللي ما وفيناش حقها، اختنا اللي تربينا على يديها وتعبت، اللي هي زوجة الدكتور احمد الابيض، وعانت المعاناه من الجلادين والمداهمات الليليه. اختنا هند جلاليه اللي تعبت وربيت 3 بنات، و3 بنات هذوكم معناها تحرموا من البو وتحرموا من الام. أنا نقول أعظم إنسانة في ولاية نابل وأعظم إنسانة تربينا على يديها هي هند جلالية، وربي يرحمها. وأنا نقول ديما للحكومة بربي قبل ما يمشيوا إخوتنا تحت التراب والعذاب واولادهم تنقم على الحكومه، راهو انظروا لهذا الملف، راهم اخوتنا بالحق تعبت في الجنوب، من الجنوب الى الشمال، وهذا معناها اللي نقولوا امهاتنا اللي تعبت نحب نوفي لهم حقهم. 101 يوم بعد اعتصام صمود، تتوقعش انه حراك اعتصام الصمود اذا ما تفعلش العفو التشريعي العام، هل ممكن انه يتحول الى حراك من نوع اخر؟ انا نتمنى ما يكونش من كما قلت انت، نتمنى انه الحكومه تتفهم، والحكومه معناها المعظم نتاعها هما شاهدين على العذاب والكل. ان شاء الله ربي ما نقول حتى شيء، نقول ان شاء الله ربي يرشدهم من على الطريق الصواب. وراني انا بالنسبه ليا ما عنديش شك في القضيه هذه، اما راهو الناس اللي وراه تعطيل هالملف هذايا، وانا بالحق نقول انه حكومتنا ما عنديش فيها شك، اما يلزمها تكون قويه. اذا العفو التشريعي العام ما تفعلش، شنو هو توقعاتك المستقبل للمساجين السياسيين هذوما؟ وهل ممكن انهم يكونوا في اطار جديد نتاع حراك من نوع اخر؟ يعني ممكن انه فما ضغط عليهم، احنا سامعين في اطار التصعيد وغيرها 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 وغيرها. ديما نقول لك انا ديما ما نتمناش التصعيد، نقول ان شاء الله املي كبير في ربي وفي الحكومه، وان شاء الله وديما نقول الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر.